السلام عليكم، معكم سمير تركيا. كما عودتكم ديما جديد، ولكن الجديد هذه المرة من نوع آخر. معنا واحد الشخص اللي كاع المغاربة كيعرفوه وكاع المشاهير كيعرفوه، ميك اب ارتيست كبير في المغرب اللي جا شرفنا هنا في اسطنبول، وجا شرفنا بالخصوص لأن كان عنده مشاكل كبيرة، لأن ديجا زار اسطنبول من قبل في أماكن تانية، في عيادات تانية، وكثر من مرة ما زبطوش معاه السنان ديالو. واليوم ان شاء الله قدرنا بان نعطيه واحد هوليود توب اللي خلينا فرحان بها، وتشوفوا الفرحه ديالو ديريكتومون اللي هو جواد قنانه. الو ماما. السلام عليكم، معكم جواد قنانه ميك اب ارتيست بيان سور من المغرب. اليوم انا جيت للكلينيك باش نعاود سناني، رغم ان هذه 3 موا باش جيت باش درت سمايل وما عجبتنيش. كان خطا في السنان اللي هو هذا، هنا طاحوا ليا يعني وقت ما كنت ما تقتلوش لي العروقه بزاف د الحوايج مع الوقت، ولا الريحه ولا لي فاسيت ولا بحال شكل القبز. ماشي مشكل. عاوتاني جيت المره الثانيه لتركيا كلينيك اللي قدوا لي السنان، ولكن ما عجبتنيش النتيجه، لانهم كيف وراوني ماشي هو الواقع. رغم انني فاش مشيت زربان ولقيت سنه. جيت للكلينيك دانت فيكس اللي صراحه الله كان الاستقبال ديالهم رائع. كما قلت لكم فاش جيت لقيت تبارك الله واحد الطاقم اللي هو متمكن، وواحد الدكتوره اللي تعاملت معايا شي تعامل. كما كتشوفوا المره اللي فات درت السمايل ديالي مده ديال 3 شهور ولا تيطيحوا ليا، يعني ما يمكنش انا ندير سمايل في واحد الكلينيك اللي هو معروف ويطيحوا لي السنان. تواصل معايا سمير وكنشوف الاخ ديالي اللي حتى هو ما عندوش السنان، ودرت عليه مفاجاه بيان سور غتشوفوا ان شاء الله في الفيديو الاخرى. يلاه كليت مده 3 شهور، كليت الحرشه وطاحت لي السنه الاولى، طاحت لي السنه الثانيه، ما بقيتش مرتاح. الشوفه ديالي كنشوف راسي مسندر، يعني كانت هذه القنفه طالعه شويه. ملي جيت لكلينيك دانت فيكس بيان سور جلست مع خبراء ديال الاسنان، بيان سور بالحضور ديال سي سمير اللي كيعطيني دي كونساي وكيشوفوا معاك السنه اللي واتي، وكيشوفوا معاك اشنو واش ممكن تدير لي فاسيت، واش ممكن تنجر. كيديروا واحد لا فيزيت، واحد الراديو، كيشوفوا لك المسائل اللي عندك. لانني فاش انا حيدت لي فاسيت اللي قبل لقيت الوسخ لداخل، لقيت الخيوط باقيين. الحمد لله جيت وبروبوز عليه بزاف ديال لي بروبوزيسيون. من بعد الدكتوره تعاملت معايا. باغ كونطخ الكلينيك اللي قبل داروا لي بزاف ديال البنج اللي خدموا لي من 10 الصباح حتى ل 7 العشيه ولا 10 العشيه، وما خدم لي بفمي. واحد الوقيته تنبكي. هنايا جيت ابره من با ساعتين ونص قاد لي الفم، حيدوا لي الفم الاول، لغد ليه بوزيت. جيت داروا لي كذاك نفس القضيه، داروا لي البروفيزوار، والحمد لله انا جد راضي على النتيجه. كما شفت صحاباتي دي زانفلونسر وفنانات وفنانين جاو عندهم ورضاو على التجربه. كما كتشوفوا حبابي عندي الخدمه بزاف، وجيت عندي 5 ايام، يعني جيت الحد وعندي لو غوتور الجمعه. جيت الحمد لله الاثنين بداو معايا، يعني مساكن الصباح وعشيه تيبقى معايا في الليل، يعني وجدوا لي السمايه ديالي في هذه المده القصيره. يعني الناس اللي كتكون عندها خدمه وكتكون عندها لي زابير ديالها، راه في مده قصيره ممكن تركب سمايل اللي تعجبك وتكون انت مرتاح. كذلك الناس اللي عندهم مشاكل في السنان
كما خويا زرعوا لي البيسات وهذا والعظم مسائل وحنا فرحانين. كنصح المغاربه اللي في المغرب وخارج المغرب وغير المغاربه كذلك يتواصلوا مع سمير، يتواصلوا مع الكلينيك، لان صراحه الله كان اسيومي عليهم. كذلك كما قلت لكم هما اختصاص بزراعه الشعر، ان شاء الله اللي غيكون عندي ان شاء الله المره الجايه ان شاء الله. وتنشكر من هذا المنبر سمير بزاف، وبيان سور النمره غتلقاوها هنايا ديال سمير وديال لا كلينيك. ومرحبا بكم وما تندموش. عليكم جاود قالنا في زكمانه على بابا.